احداث فيلمنا بتبدا بالاب وانج وابنه دافو، والاتنين بيكونوا مع بعض على مركب وسط المحيط، وبيبان من تصرفات دافو انه بيعاني من مرض التوحد. بس وينج بيربط رجله ورجل ابنه في الهلب بتاع المركب وبيطلب من ابنه ان ينط معاه في الميه، وبيفضل الهلب واخدهم لقاع المحيط. بس استنى، قبل ما تعرف هو ليه عمل كده في ابنه انزل اعمل لنا لايك للفيديو واشترك في القناه وقول لنا رايك في الفيلم في تعليق حلو زيك كده. وبتبدا الاحداث من جديد وبنشوف وينج وابنه راجعين على بيتهم، وسي جارة وينج بتخبط على الباب بتاعهم وبتقول له سي انها شافت نور الشقه منور فحبت انها تطمن عليهم، وبتديله دبدوب هديه لابنه وجوابات وصلت له من يومين وشويه زيت واكل بمناسبه عيد ميلاد دافو. ووانج بيشكرها على اللي هي بتعمله معاه، وبنعرف من الحوار اللي بيدور بينهم ان سي بتساعد وانج في تنظيف الشقه كل اسبوع، وبتعتذر له انها ما لحقتش تنظف البيت قبل ما يجي، وده لانه قطع اجازته فجاه ورجع قبل ميعاده. وبعدها بيقعد وانج مع دافو على العشاء، ووانج بيسال ابنه هو ليه فك الحبل بتاع الهيل وليه هو رافض ان هم يموتوا سوا. بس دافو مش بيعمل حاجه غير انه بيكرر كلام ابوه اللي بيقوله له لانه مش بيكون فاهم حاجه من كلامه. وتاني يوم وانج بياخد ابنه على مكان شغله اللي بيشتغل فيه وانج فني كهرباء وصيانه لاحواض السباحه، وانج بيكون بيتكلم مع رئيسه في الشغل ورئيسه بيساله عن احواله واحوال ابنه. واثناء ما كانوا بيتكلموا دافو بيعوم وسط الدلافين كانه واحد منهم، لدرجه ان رئيس وانج في الشغل بيوصف ابنه بالسباح الماهر رغم انه مريض بمرض التوحد. واثناء ما كان وانج بيشتغل بيحس فجاه بالتعب، بس بياخد دافو وبيرجعوا للبيت. وانج بيساعد ابنه وبيهتم بيه في كل حاجه حتى لدرجه انه بيغير له هدومه. وتاني يوم في الشغل وانج بيبلغ ابنه انه ممنوع انه ينزل حمام السباحه لانهم شغالين فيه، بس دافو مش بيكون فاهم غير حاجه واحده بس وبيفضل يكررها، وهي انه عايز يعوم زي ما هو متعود كل يوم. واثناء ما كان وانج مشغول في شغله فيشه الكهرباء بتكون نزلت الميه، وانج بيشوف في نفس الوقت في الشاشه ان ابنه في نفس الوقت ده في حوض السباحه، فبيطلب من الفني انه يفصل الكهرباء بسرعه. وبينط وانج في الميه من خوفه على ابنه لانه بيفتكره جراله حاجه، بس وانج بيتعب ومش بيقدر انه يكمل عوم، بس ابنه بيحس بيه وبينقذه من الغرق. وفي يوم من الايام وانج بياخد دافو علشان يقابله مديره مدرسه اسمها لو، بس وانج مش بيلاقيها في مكتبها، ولما بيسال عليها واحد من المدرسين بيعرف ان لو طلعت معاش من سنه، وبيبلغوا المدرس ان هو حاليا المسؤول عن المدرسه وان هو المدير بتاعها. وساعتها وانج هيشرح له حاله دافو وانه بيعاني من مرض التوحد، وبيعرف المدير من وانج ان دافو ما دخلش اي مدرسه وهو صغير لان المدارس العاديه كانت بترفضه. وبيبلغ وانج انه اخيرا عرف ان المدرسه بتقبل الاطفال اللي عندهم توحد، وانه كان جاي علشان يقابل المديره لو بخصوص الموضوع ده علشان يدخل ابنه المدرسه. بس المدير بيبلغ وانج ان المدرسه مدرسه حكوميه وان الاطفال اللي بيدخلوا فيها من سن 9 سنين بس، وان باين على دافو ان اكبر من السن القانوني. ووانج بيقول له ان ابنه عنده 21 سنه، وساعتها وانج هيدي المدير ورقه اللي بتكون عباره عن تقرير طبي، وبيعرف المدير ان وانج بيعاني من مرض السرطان في الكبد وانه في انتظار الموت في اي لحظه. ووانج كمان بيبلغ المدير ان ام دافو ماتت وهو عنده 7 سنين، وان هو العائل الوحيد ليه في الدنيا، وانه خايف لما يموت ابنه ما يلاقيش حد يهتم بيه او يرعاه. وساعتها بيوعد المدير انه هيحاول يساعده وانه هيكلم رئيسه الاعلى، بس بيقول له ان احتماليه قبول ابنه في المدرسه هتفضل برضه ضعيفه. وهيبدا وانج انه يبدا بنفسه انه يعلم ابنه انه ازاي يعتمد على نفسه، وبيعلمه في الاول ازاي يفتح باب الشقه ويعلمه كمان يشيل المفتاح فين. وتاني يوم الصبح وانج بيعلم دافو ازاي يحضر فطاره. واثناء ما كان دافو بيعوم في حمام السباحه زي كل يوم بيشوف بنت جميله بتلعب بالكور، بس في كوره منهم بتقع في الميه، وبتفضل البنت تكلم دافو علشان يساعدها ويديها الكوره، بس دافو بيكون اتعلق بالكوره اللي معاه في الميه. وبعدها وانج بياخد دافو للمحل بتاع سوق وبيعلمه انه لما يشتري حاجه لازم يدفع المقابل بتاعها فلوس، بس دافو مش بيكون مستوعب كل اللي ابوه بيحاول يعلمه له. ولما بياخده على البيت وانج بيعلم ابنه انواع الفلوس وقيمتها وازاي يقدر يحسب، بس دافو بياخد البيت بيلعب بيه زي الكور اللي شافها مع البنت. وفي الوقت ده كان صاحب المكان اللي بيشتغل فيه وانج عامل سيرك في المكان للاطفال، وبيتشد دافو للاجواء وبيشوف البنت للمره الثانيه وهي بتلعب بالكور بلبس مهرج. وفي ليله من الليالي وانج كان قاعد حزين ومهموم لانه مش لاقي مكان مناسب يراعي ابنه ويهتم بيه بعد ما يموت، وسو جارته بتاخد بالها من حالته، بس وانج بيكتب سره عليها ومش بيتكلم. في وقت ما كان دافو بيلعب مع الدلافين زي كل يوم بتيجي البنت وتشاركوا اللعب معاهم، وبعد ما بيخلص وانج شغله بياخد ابنه وبيرجعوا على البيت. وسو هتشوف وانج وهو راجع وهتكون عرفت ان حاله وانج خطيره، وده بسبب ان الدكتوره اللي بتعالجه جات له لغايه البيت وكانت في انتظاره لانها كانت جايبه له العلاج بتاعه، ومن خلالها عرفت سو ان وانج بيعاني من مرض السرطان. وبعدها هتبدا سو انها تساعد وانج علشان يلاقوا مكان يتبنى دافو، بس وانج بيبلغها انه فشل انه يلاقي مكان مناسب لابنه، وسو بتقترح عليه ان هم يسيبوا دافو قدام دار للايتام، بس وانج بيرفض الفكره دي لانه بيكون خايف على ابنه في حاله ان هم يرفضوا يستقبلوه، واذا اخدوه هل
هيهتموا بيه طول الوقت، وبيقول لها انه كمان ما يضمنش ان ابنه يكون مبسوط ولا لا، وبيقول لها وانج انه عايز يتاكد من كل حاجه قبل ما يموت علشان يطمن على ابنه. وساعتها سي هتطمنه وتقول له ان في حاله ان حصل له حاجه هتهتم هي بدافو. بس وينج بيشكرها على شعورها النبيل، وبيقول لها انها اكيد في يوم من الايام هتتجوز وهيكون لها حياتها الخاصه، وساعتها هيكون صعب عليها انها تستمر في رعايه دافو. بس سي بتقول له انها مش ناوي تتجوز لانها شايفاه الراجل الوحيد اللي حبته. وساي بتلاقي ظرف تحت الكنبه مكتوب عليه اسمها، فوانج بيسمح لها انها تفتحه وتشوف اللي فيه. وبتقرا ساي رساله كانت مكتوبه لها من فتره، وبتقرا في الرساله ان وانج اخد دافو للمحيط علشان يتخلص من حياته ومعاه ابنه، لانه كان خايف عليه انه يسيبه لوحده في الحياه وانه يعاني في الدنيا من بعده. وبيقول لها وانج انه كتب الرساله اثناء ما كان في رحلته الاخيره مع ابنه، وبيحكي لها وانج ان دافو انقذ حياته وانقذ نفسه من الغرق، وده بسبب ان دافو سباح ماهر وانه بسببه فشل في الانتحار. واثناء ما كان وانج في شغله بيجيله زميله ويبلغه ان دافو عامل مشكله، ودافو كان ماسك بالكور اللي بيعملوا بيها عروض السيرك وما كانش عايز يسيبها. وتحاول لينج انها تهديه لان كل اللي حواليه كانوا بيخوفوه، لغايه لما بيجي وانج وبياخد منه الكور بالعافيه، ودافو بيكون زعلان جدا بس ابوه بيحاول انه يهديه. وبعدها لينج بتبدا انها تهتم بدافو وبتقعد تتكلم معاه علشان تتصاحب عليه، وبتحكي له عن حياتها وبتقول له انها يتيمه زيه وانها كانت عايشه مع جدتها اللي كانت بتهتم بيها، بس هي حاليا موجوده في السماء مع ابوها وامها. وبعدها وانج بياخد ابنه دافو على مكان شبه الاصلاحيه، بس بمجرد ما بيدخل بيه ودافو بيشوف النزلاء اللي موجودين بتبان عليه ملامح الخوف. وساعتها وانج لما هيشوف ابنه بالحاله دي هيعتذر المسؤول بحجه ان المكان غير ملائم لابنه، وبياخده وبيروح على البيت. بس بيتفاجئ وانج بالمديره لو في انتظاره على باب البيت، وبتكون جايه له علشان عرفت مشكلته وجايه علشان تساعده. وساعتها هيشكرها وانج انها اهتمت بمشكلته. وساعتها المديره هتكلف مربيه من المؤسسه اللي هيعيش فيها دافو انها تكون المسؤوله عنه طول الوقت. المربيه بتطمن وانج انها هتاخد بالها من دافو وانه ما يقلقش عليه. ووانج بيسيب ابنه دافو لاول مره في حياته علشان يقضي اول ليله من غيره في البيت اللي بتكون صعب عليه جدا. بس المربيه بتستدعي وانج في نص الليل بسبب الحاله اللي عليها دافو، وبتقول له ان دافو كان كويس بس فجاه بدا انه يصرخ ومحدش قدر انه يهديه. ودافو اول ما بيشوف ابوه وصل بيبدا انه يهدى، وبتكون مشكله دافو انه ما كانش عارف انه يغير هدومه لوحده، وده لانه متعود ان ابوه هو اللي يغير له هدومه كل يوم. وبيفضل دافو يعيط وبيحاول وانج انه يهديه لغايه لما بينام. وتاني يوم وانج بيبلغ سي انه لقى مكان مناسب لابنه، وبسبب ان دافو مش هيقدر انه يتاقلم بسهوله في مكانه الجديد هيقرر انه يعيش معاه الفتره اللي جايه لغايه لما يتأقلم على مكانه. ووانج بيشكر سي على كل حاجه عملتها معاه، ويبلغها انه لو كانت ظروفه احسن من كده كان هيتمنى انه يعيش معاها للابد، بس للاسف قدره بيمنعه انه يظلمها معاه، وخصوصا وانه عارف انه هيموت قريب. وبيبدا وانج انه يعلم ابنه ازاي يرتب هدومه، وكمان بيبدا وانج انه يعلم ابنه دافو ازاي يمشي في الطريق لوحده لمكان شغله، وازاي يعدي الشارع، وازاي يركب الاتوبيس اللي بيروح بيه للشغل. ولما بيروحوا بيعلمه ازاي يقدر انه يغير هدومه لوحده من غير ما حد يساعده، وازاي يحضر فطاره بنفسه. ووانج بيعمل له اختبار انه ينزل من الاتوبيس في المحطه بتاعته لوحده، بس دافو هيفشل انه ينجح في الاختبار ده. وبيجري وانج ورا الاتوبيس وبينزل ابنه منه، فبيبدا وانج انه يمثل قدام ابنه انه سواق الاتوبيس، وبينادي على اسم المحطه اللي المفروض ينزل فيها علشان يفهمه يعمل ايه، وعلشان يتعود دافو ويتعلم انه لما يسمع السواق بينادي على اسم المحطه بتاعته ينزل من الاتوبيس، لغايه لما اخيرا دافو هيبدا انه يفهم. وبعدها بيحاول وانج انه يعلم دافو ازاي يشتغل في النظافه، بس دافو بيكون صعب عليه انه يتعلم كل حاجه بسرعه، وبسبب كده وانج هيتنرفز عليه ويزعق له، وده اللي هيخلي دافو يقعد يعيط. بس وانج بعدها بيحاول انه يراضيه، واثناء ما كان وانج بيشتغل بيشتد عليه التعب، والمدير بتاعه بيلاحظ الحاله اللي هو فيها، فبيطلب منه المدير انه يستريح وياخد اجازه. بس وانج بيرفض ويبلغه انه كويس. بس وانج هينتهز الفرصه ويطلب من المدير بتاع الصاله انه يدي فرصه لدافو انه يشتغل معاهم في الصاله، بس المدير بيكون شايف ان حاله دافو صعبه انه يشتغل بسبب مرضه. فبيفضل وانج يحاول انه يقنع المدير ان ابنه ذكي وبيتعلم بسرعه. ولينج صاحبة دافو بتاخد رقم تليفون الصاله العمومي، وبتعلم دافو ان لما التليفون يرن هتكون هي اللي بتتصل بيه علشان تكلمه وانه لازم يرد عليها، وبتعمل معاه تجربه علشان يتعلم ازاي يرد على التليفون وهي معاه. وبتفضل لينج تقضي وقتها كله مع دافو اللي بيكون مبسوط معاها، لغايه لما في يوم من الايام دافو بيتفاجئ ان السيرك اللي كان معمول اتشال، ولينج بتمشي مع افراد السيرك وبتكون حزينه على فراق دافو. ودافو بيفضل واقف جنب التليفون في انتظار مكالمه من لينج، وبتبان عليه علامات الحزن على فراقها لدرجه انه ما بيرضاش لا ياكل ولا يشرب. وفي يوم من الايام وانج هيقرر انه يزور سي
علشان يوصيها على ابنه الوصية الأخيرة ويديها صورته علشان تحطها على قبره لما يموت. وبيفضل وانج مكرس اللي باقي من حياته مع ابنه لغاية لما بيجي اليوم اللي وانج بيموت فيه. وفي الجنازة بيطلب المدير بتاع وانج في الشغل من لو إنه يكون واحد من الأوصياء على دافو، وبيطلب منها إن دافو يفضل يجي الصالة زي ما كان بيجي مع أبوه. وبعدها دافو بيعيش في الملجأ، وبنعرف إنه اتعلم إنه يلبس لوحده، وكمان بيحضر فطاره لوحده زي ما أبوه علمه بالظبط. وبيخرج في الشارع لوحده، وبيركب الأتوبيس وبيروح الشغل لوحده. وكمان دافو اتعلم يشتغل في النظافة، وبقى واحد من الفريق اللي بيشتغل في الصالة زي ما كان أبوه بيتمنى. لغاية لما في يوم من الأيام تليفون الصالة بيرن، ودافو بيرفع سماعة التليفون وبيفضل ماسكها وهو فرحان وكأنه شايف لينج صاحبته قدامه. وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا اللايك وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في تعليق. وسلام.